يا ريت ما كنت حلمت ولا اتمنيت، قلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، ابقى كبير. تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير. ونبدأ مع بعض حلقتنا النهاردة وهنتكلم فيها عن احنا بندفع فلوسنا لمين، وهقول لكم ايه العلاقة ما بيننا وما بين الأغنية دي. تعالوا نسأل سؤال حلو جدا. لو فتحت حسابك البنكي النهاردة وبصيت على آخر 5 معاملات انت صرفت فيها فلوسك، لمين راحت الفلوس دي؟ تعال أقولك. ممكن تكون راحت لكوافيرة، لباديكير، رحت تصلح بيها العربية، صيانة، ممكن كاوتش، ممكن تكون رحت في الفلوس اتدفعت لكوتش مثلا، لمعالج نفسي، لمدرسة ماث. بس فكر لحظة، انت كنت بتدفع ليه الفلوس؟ هل على المنتج ولا على المهارة ولا على الأدوات ولا على الطريقة اللي بيستخدم بيها الأدوات؟ تفتكر ايه؟ تعالوا نعمل تمرين صغير كده، ناخد 3 دقايق بس نفكر ونكتب آخر 3 مرات صرفت فيها فلوسك، صرفتها علشان ايه؟ وجنب كل واحدة جاوب بصراحة، هل أنا دفعت الفلوس دي على ايه فعلا؟ هل فعلا على المنتج ولا المهارة ولا التجربة ولا على ايه؟ لما تراجع إجابتك هتكتشف إن أغلب المرات اللي كنت بتدفع فيها فلوسك بتدفعها على المهارة الإنسانية. وده هياخدنا لسؤال أكبر. في زمن الذكاء الاصطناعي